سيف زاهر يفجرها، الأهلي يوقع مع ثلاثي من العيار الثقيل ومهاجم سوبر وتحذير كولر. قال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت: قررت لجنة التخطيط في النادي الأهلي تجديد عقد الثلاثي مصطفى شوبير ومروان عطية ومحمد مخلوف خلال الفترة القادمة. وتابع كما تم التواصل أيضا مع حمزة علاء للاستفسار عن موقفه من التجديد، وكان رأي الأهلي هو تجديد عقد اللاعب مع الموافقة على أي عروض احترافية قد تأتي له من المستقبل. وأضاف: تواصل إدارة النادي الأهلي الحديث عن إمكانية التعاقد مع مهاجم سوبر في يناير لدعم الخط الأمامي للفريق مع وسام أبو علي. واختتم سيف زاهر وقال في تصريحاته قائلا: هذا هو الطلب الرئيسي لكولر الذي أوضح للإدارة أن جميع المراكز لا توجد بها أي مشاكل، لكنه يرغب في ضم مهاجم آخر بجانب وسام أبو علي. حذر السويسري مارسيل كولر لاعبته من تكرار الأخطاء الدفاعية في المباراة المقبلة ضد زد اف سي، وشدد على أهمية التمرير السليم والتمركز الجيد في الملعب. ونبه كولر اللاعبين إلى خطورة هجوم زد اف سي، مؤكدا أن لديهم لاعبين مميزين قادرين على تسجيل الأهداف. ويستعد الجهاز الفني بقيادة كولر لمواجهة زد اف سي في استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري. ويسعى كولر لتصحيح الأخطاء التي حدثت خلال مباراة سيراميكا، وذلك استعدادا لمواجهة زد وحفاظا على لقب الدوري. ويأمل كولر في بداية قوية تؤكد رغبة الأهلي في المحافظة على لقبه، مستفيدا من الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد تحقيق الإنجازات الأخيرة مثل الفوز بالسوبر المصري وكأس الانتركونتيننتال، بالإضافة إلى حصد ألقاب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي. ويستأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من التدريبات أمس. جهاد جريشة يطالب باتخاذ هذا الإجراء ضد صاحب تسريب محادثة حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي. طالب جهاد جريشة الحكم الدولي السابق بضرورة معاقبة من قام بتسريب محادثة حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي بشأن ركلة جزاء الفارس الأبيض. وكان الإعلام إبراهيم فايق عرض تفريغ صوتي منسوب لغرفة الفار من مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والذي أظهر المحادثة الخاصة بمحمد عادل حكم المباراة مع ميدو سلامة حكم الفار بشأن حالة احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك في نهاية اللقاء. وقال جريشة: إذا كان صحيحا تسريب محادثة الحكام في مباراة الزمالك والبنك الأهلي فهذا كارثة، عدم أمانة، ولا بد أن يحاسب من فعل ذلك، وليس فقط ذلك بل يتم شطبه لأنه رجل غير أمين. وأشار جريشة: نحن نحتاج إلى تغيير شامل، مثلما قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: إننا لا نريد الوجوه القديمة مرة أخرى لأننا في نفس الدائرة منذ 2020. وأضاف جريشة خلال استضافته في برنامج الهدف على قناة اون تايم سبورت: هناك مشاكل غير طبيعية في التحكيم ومن سيء لأسوأ، بداية من عصام عبد الفتاح وكليتنبرج وبيريرا واللجنة الحالية، كله من سيء لأسوأ. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.